أهلا بكم في جولة إخبارية حصرية نستعرض فيها أبرز ما جاء في رصيف الصحافة. لا تنسوا الاشتراك لمتابعة كل التطورات المغربية والدولية. اعتراف بالابتزاز وراء سجن ناشط رقمي في مكناس. تشير التقارير إلى أن التحقيقات القضائية مع الناشط الموقوف كشفت عن عمليات ابتزاز متفرقة استهدفت شخصيات محلية. هذا الملف يعيد فتح النقاش حول الاستغلال السيء لمواقع التواصل الاجتماعي في تصفية الحسابات. الصناعات الإبداعية ترتبط ب43 مليار درهم و116 ألف وظيفة. يبرز هذا التقرير القيمة الاقتصادية الضخمة للقطاع الثقافي والفني في المغرب كرافعة للتنمية. التوجه الحالي يرمي إلى هيكلة هذه المهن لخلق مزيد من الفرص للشباب المبدع. صراحة القيادة المالية تستوضح موقف موريتانيا من قضية الصحراء في خطوة دبلوماسية جريئة. طالبت باماكو نواكشوط بتحديد موقف أكثر وضوحا بما يتماشى مع التحولات الأخيرة. هذا الاستيضاح يعكس الرغبة في بناء تكتل إقليمي منسجم بعيدا عن الضبابية السياسية. أغلبية المستشارين تقترح تقليص أجل البت في دعاوى الدفع بعدم الدستورية. يهدف هذا المقترح التشريعي إلى تسريع الوتيرة القضائية وضمان نجاعة القضاء الدستوري. تقليص الآجال سيساهم في حماية حقوق المتقاضين وتحصين النصوص القانونية بشكل أسرع. دبلوماسيون فرنسيون يحلون بمدينة العيون لتقييم اشتغالات بعثة المينورسو. تأتي هذه الزيارة الميدانية في سياق الدعم الفرنسي الصريح لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. الاطلاع على عمل البعثة الأممية يعزز التقارير الدولية حول الاستقرار التام في الأقاليم الجنوبية. أزمة الاتحاد العام للشغالين. بركة يرفض الوساطة والانقسام. يتعمق تشهد النقابة التابعة لحزب الاستقلال صراعات داخلية حادة بعد رفض نزار بركة لأي تدخل خارجي. هذا الانقسام قد يؤثر على تماسك الحزب وقوته التفاوضية في الحوار الاجتماعي القادم. تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران تضغط على شريان الطاقة العالمي. تصاعد التوتر العسكري في مضيق هرمز مما هدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات النفط. الأسواق العالمية تترقب بحذر هذا الصراع الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة. تحويلات الجالية المغربية بإيطاليا تتجاوز 578 مليون يورو في عام واحد. تؤكد هذه الأرقام القياسية الارتباط الوثيق لمغاربة العالم بوطنهم الأم رغم التحديات الاقتصادية في أوروبا. هذه التحويلات تلعب دورا محوريا في دعم ميزان المدفوعات والاحتياطي الصعب. تنويع المصادر الطاقية يخفف ضغط حرب الشرق الأوسط على الصين. تسعى الصين لتقليص اعتمادها على نفط المنطقة عبر إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع دول أخرى. هذه الاستراتيجية تهدف لحماية نموها الاقتصادي من أي هزات جيوسياسية محتملة. تحقيقات مشتركة تكشف تورط مستوردين مغاربة في تزوير منشأ السلع. ضبطت المصالح الجمركية شحنات ضخمة تم التلاعب بوثائقها لتهريبها من الضرائب. هذه العمليات تضر بالاقتصاد الوطني وتشكل منافسة غير شريفة للمنتجات المحلية. التجديد في برامج التنمية الترابية. رهان الاتقائية يصطدم بأسئلة. تواجه المشاريع التنموية الجديدة تحديات في التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة. هناك حاجة ماسة لرؤية موحدة لضمان نجاح هذه المشاريع على أرض الواقع. كاتب مالي. قرار باماكو بشأن الصحراء يعكس تحولات استراتيجية عميقة. يرى المحللون أن موقف مالي الأخير ليس مجرد تغيير دبلوماسي بل هو اختيار لمحور الاستقرار. التعاون مع المغرب أصبح ضرورة لأمن منطقة الساحل والصحراء. تمسك زعيم البوليساريو بخيار الاستفتاء يقود الجهود الأممية. تستمر القيادة الانفصالية في ترديد شعارات متجاوزة تعيق أي تقدم سياسي حقيقي. هذا التعنت يعكس عزلة الجبهة أمام التأييد الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. أخطار المشروبات الطاقية تتربص بصحة التلاميذ قرب المؤسسات. دق جمعيات الآباء ناقوس الخطر بعد الانتشار الكبير لهذه المشروبات بين القاصرين. التحذيرات الطبية تؤكد على آثارها الجانبية الخطيرة
على القلب والجهاز العصبي للأطفال. لجنة نيابية تقضي سنة كاملة دون تشكيل مهمة استطلاعية حول اللحوم أثار هذا التأخر البرلماني استياء شعبيا واسعة، خاصة مع الارتفاع المهول في أسعار اللحوم. المطالب تتزايد لمحاسبة المضاربين وتوضيح أسباب هذه الأزمة المعيشية. هشام العسري: السينما الحقيقية تعيد تشكيل الصورة بين العبث والواقع في حوار فني كشف المخرج المغربي عن رؤيته لتطوير الفن السابع بعيدا عن النمطية. يرى العسري أن السينما يجب أن تكون مرآة تعكس تناقضات المجتمع بجرأة. أسعار الطماطم تحلق عاليا في أسواق المغرب، ومطالب بتسقيف. عادت موجة الغلاء لتضرب المواد الاستهلاكية الأساسية مما أرهق القدرة الشرائية للمواطنين. الدعوات تتعالى لتدخل الحكومة لضبط الأسعار ومنع التصدير الجائر على حساب السوق الداخلية. الأندلس بين وهم السرقة وحقيقة التجزؤ في السردية التاريخية. يستعرض هذا المقال التحليلي نقاشا فكريا حول كيفية قراءة التاريخ الأندلسي المشترك. البحث يسعى لتفكيك الأساطير وإبراز الحقائق التي أدت لسقوط تلك الحضارة العظيمة. صناعة الرابوز بمدينة تنغير إرث تقليدي يواجه تحديات البقاء. تصارع الحرف اليدوية الأصيلة للبقاء أمام طوفان الصناعات الحديثة والبلاستيكية. هذا التقرير يسلط الضوء على بساطة الصناع وإصرارهم على حماية هويتهم الثقافية. عبارة كما لا يخفى عليكم، عبارة منمقة بين وضوح الظاهر وغموض، تحليل لغوي وسياسي لهذه الجملة الشهيرة في الخطابات الرسمية المغربية. المقال يبحث في المعاني المبطنة وكيف تستخدم لتمرير رسائل معينة للرأي العام. دينزل واشنطن: صوت من الذاكرة المجروحة يقف في العتمة ليضيء. تكريم لمسيرة النجم العالمي الذي استطاع تقديم أدوار تحاكي هموم الإنسانية والعدالة. نجاحه يكمن في قدرته على نقل المشاعر العميقة للجمهور عبر شاشات السينما. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل، والغموض يكتنف الوظائف. تقرير تقني يحذر من اختفاء بعض المهن التقليدية بسبب التطور التكنولوجي السريع. الرهان القادم يكمن في تطوير المهارات البشرية للتعايش مع هذا الواقع الرقمي الجديد. إحياء تراث الصحراء المغربية. أكاديمية المملكة تنشر مضامين. تواصل المؤسسة العلمية جهودها في توثيق الثقافة الحسانية وتاريخ الزوايا في الصحراء. هذا العمل الموسوعي يعد سلاحا معرفيا لتحصين الهوية الوطنية والرد على المغالطات. وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا. بداية تسوية نهائية أم استراحة؟ يحلل الخبراء الهدنة الهشة بين القطبين ومدى استمراريتها في ظل تعارض المصالح. السؤال المطروح: هل ينجح الدبلوماسيون فيما فشل فيه العسكريون؟ الجيش الملكي يهزم نهضة بركان بهدفين نظيفين في نصف نهائي دوري. في قمة كروية مثيرة استطاع العساكر فرض سيطرتهم وحجز مقعد في الميان الختامي. هذا الفوز يقرب الفريق من منصة التتويج ويسعد الجماهير العسكرية العريضة. بهذا نكون قد أتممنا جولتنا في عناوين اليوم. أي خبر كان الأهم بالنسبة لكم؟ شاركونا بتعليقاتكم واضغطوا على زر الإعجاب لدعمنا. إلى اللقاء.